السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على آخر مستجدات ملعب طنجة. أول حاجة بارزة في التطورات ديال اليوم هي الوصول ل 22 هيكل فوق السقف تم تركيبهم بشكل رسمي. هذا الرقم كيبين الخدمة الكبيرة اللي كدار، خصوصا أن تركيب الهياكل كيطلب دقة كبيرة في التوازن والربط. والمهم هو أن بقات فقط 8 هياكل باش تسالي عملية رفع عن هياكل كاملة، وهذا الشيء كيعني أننا قرابين بزاف من نهاية مرحلة مهمة في عملية التسقيف. وفي نفس الوقت كيتخدم على الربط بين هاد الهياكل باش تولي البنية السقف متماسكة ومتوازنة، والعملية كتتم بتقنيات عالية ودقة كبيرة. تاني حاجة مفرحة هي تقدم ملحوظ في واجهة الملعب الخارجية. الصور اليوم كيبانوا فيها لقطات كتوضح باللي التغليف كيتقدم بشكل واضح، وهذا الشيء غادي يعطي الملعب شكل جمالي وأنيق. وطبعا حنا ما يمكنش لينا نحكموا على الشكل الخارجي لأن الأشغال ما زالت مستمرة وما غيتضحش الأمر حتى تكمل جميع الأشغال. باقي تفاصيل الأشغال في الأرضية والكراسي ما زال مستقرة حاليا، بما أن العشب الطبيعي سبق وتثبت، وكراسي معظم المدرجات سالوا باستثناء المنصة والجهة المقابلة اللي غادي يتم تركيبهم في الأيام المقبلة. الخلاصة 22 هيكل ترفعات حتى اليوم وباقي غير 8. الربط بين الهياكل جاري، تغليف الواجهة الخارجية كيتقدم بسرعة، وكل شيء كيوحي أننا غادين في الاتجاه الصحيح باش يكون الملعب واجد في الموعد ديالو قبل كأس إفريقيا 2025. ما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو وتخليوا لنا آراءكم في التعليقات. واش كتشوفوا الأشغال غادية في المستوى المطلوب؟ وإلا كنتوا جداد في القناة مرحبا بكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد من قلب الملاعب المغربية. تحياتي لكم ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.